بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أخوان، هذه رخامة يعني كتب عليها الفاتحة على ضريح المرحوم، وهي طلب وقف، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. وهذه ترى في مقبرة القريات، وقد انتشرت هذه الطامة وهذه البدعة في هذه المقبرة، ولا رقيب ولا حسيب، إلا نسأل الله عز وجل أن يعلم الناس وأن يعلم طلاب العلم وأن يجعلهم يقومون بالأمانة التي استودعهم الله عز وجل عليها. وهذه انظر إلى هذه القبور، انظر إلى هذه القبور. هذه رخامة، أمامي هناك رخامة وقبور، كل القبور يسجل عليها الأسامي ويكتب عليها تاريخ الوفاة. هذا قبر بالله اشلاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن إضاعة المال. وهذه الآن كم كلفت هذه الرخامة، وهذه نسأل الله عز وجل أن اكسرها، هذه اكسرها. إيه؟ وهناك هذه قبور كلها كتبت عليها الأسامي، هذه أسامي، هذه كلها قبور. انظر، وين أنتم يا طلاب العلم؟ وين أنتم يا من تبلغون دين الله عز وجل؟ فيما أمانة هذه في أعناقنا، أن والله لابد أن نبلغ المسؤولين، وأن يصل هذا الأمر إلى المسؤولين، أن توضع لوحات إرشادية، وأن يكون هناك مندوبين من الهيئة ومن الأوقاف أو من البلدية من يقوم. وانظر إلى هذه قطع رخام، قبور يسجل عليها الأسامي وينحت عليها تاريخ الوفاة. وهذه كذلك رخام، لا نعلم هل هي صلبان، والله لا ندري، لكن انظر، هذه ترى موجودة في القريات، هذه موجودة في مقبرة القريات. وين طلاب العلم؟ والله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، وكل يبذل وسعه، كل يبذل طاقته، كل يبلغ ما يستطيع من مسؤول أو من غيره، أن ينكر هذا المنكر وأن يبدل هذه البدع وهذه المنكرات. والله إنها من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل. اي والله الناس الآن أصبحوا يا أخوان، هناك من وجدوا الأخوان يوم العيد، هناك من أتى بحلاو ووضعه على القبر، ووالله إن هناك من أتى بورد ووضعه على القبر. هذا ميت، وهذه الأسامي.